كلنا عايزين نتعلم اللغة الإنجليزية وبنبتدي في البداية بنقول إن ديت حاجة صعبة وهتاخد مننا وقت وهتاخد مننا مجهود. في مننا بيحب يروح المراكز المعتمدة، وفي ناس بتحب إنها تشتغل أونلاين. ده كله كلام كويس جدا، بس لو حبيت تشتغل وتتعلم اللغة الإنجليزية ابدأ بنفسك، وهقولك على طريقة سهلة جدا. الفكرة كلها إن أنت عشان تبتدي تتعلم لغة إنجليزية حاجة واحدة بس لازم تعملها: ابدأ. ما تفكرش انا هبدأ ازاي. طب ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها عشان تبقى بالنسبة لي اللغة الانجليزية سهلة واقدر اتعلمها في وقت قليل جدا؟ اول حاجة اهتم بالمهارة اللي هي listening. 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 اسمع كتير. اسمع كتير بودكاست، اسمع كتير على اليوتيوب اي حاجة مكتوبة بالانجلش. فيديوهات بسيطة. فيديوهات بسيطة جدا ممكن تكون من دقيقة لخمس دقايق. مش لازم ان انا اجيب فيلم اجنبي او اغنية اجنبية وابتدي اسمعها في البداية. في بودكاست كتير جدا موجود على اليوتيوب. في قنوات كتيرة جدا بتنزل محادثات بسيطة جدا على اليوتيوب. دي اول حاجة. فلازم اهم حاجة نطور مهارة listening اللي هو معناها السمع. اسمع كتير هتقدر تتكلم بطريقة سهلة. طب الحاجة التانية اللي انا ممكن اعملها: ممكن في خلال خطة مدتها شهر تقدر تتعلم او تطور من مهارة اللغة الانجليزية والتحدث في اللغة الانجليزية. اول حاجة حدد هدفك من تعلم اللغة الانجليزية. انت عاوز تتعلم اللغة الانجليزية من اجل الدراسة، ولا هتعلمها عشان العمل، ولا هتعلمها بشكل عام عشان انت عايز تتكلم لغة انجليزية؟ فدي اول حاجة لازم تعملها. حدد هدفك انت ليه هتتعلم اللغة الانجليزية. الحاجة التانية: ابتدي اتدرب يوم بعد يوم. خلي ليك كل يوم نص ساعة بودكاست ليسننج. اسمع. اسمع بس. ممكن تسمع الحاجة لمدة يومين تلاتة أسبوع لحد ما تقدر إن أنت تحفظها وتتعود عليها. بعد كده حاول إن أنت تتكلم. فلازم أهم حاجة تكون ليك سيستم معين: كل يوم نص ساعة هقعد أسمع فيديوهات باللغة الإنجليزية. الحاجة اللي بعد كده أو الحاجة التالتة، زي ما قلت لك لازم تحدد إيه الهدف من التعلم عشان تعرف هتعلم إزاي أو تقدر تسمع أنهي بودكاست هتفيدك بالظبط. الحاجة اللي بعد كده كمان ممكن تعتمد على حصيلة الكلمات اللي عندك وحصيلة الجمل، وتبتدي تكتب جمل بالعربي بسيطة تقدر إن هي تساعدك في تعلم كلمات جديدة. يعني مثلا أول حاجة ما تبصش ليها أو ما تحطهاش في الاهتمام قوي: الأزمنة أو الجرامر. ما تهتمش بالجرامر في البداية. يعني ممكن هقول مثلا: أنا قابلت علي بالأمس. أنا عارف إن كلمة يقابل اسمها ميت. مش لازم اركز قوي في البدايه انا هخليها ميت ولا ميت ولا ميتنج ولا ووز ميتنج. مفيش الكلام ده. قول مثلا: اي ميت علي يسترداي. ابتدي تدرب جمله بجمله. وبعد ما تكتبها هتخش طبعا على القاموس بتاعك وتكتب الجمله وتطلع الكلمه اللي هي الخطا وتبتدي تحفظها من اول وجديد. انت لو قلت مثلا اي ميت علي يسترداي، في القاموس طبعا الديكشن اللي على الموبايل هيطلع لك ان كلمه ميت غلط هتبقى ميت. فانت عارف ان ميت ديت اللي هي بتدل على الماضي، اللي هي طبعا التصريف التاني. دي طريقه تقدر ان تخليك تتعلم لغه انجليزيه او تطور شويه في اللغه الانجليزيه بتاعتك. بس اهم حاجه زي ما قلت لك لازم تهتم بمهاره listening اللي هو السماع. لازم نسمع كتير جدا وبعد كده نبتدي نتكلم. وكمان في فكره كويسه جدا جدا هتساعدك ان انت تمارس اللغه الانجليزيه. دور على حد تقدر انت تمارس معاه اللغه الانجليزيه. لو كل يوم 10 دقائق، 10 دقائق كل يوم انت هو تتكلم باللغه الانجليزيه بس. دي هتطور مهاراتك. يبقى اللي انت بتسمعه في البودكاست او في الفيديوز اللي هي موجوده على اليوتيوب او الحاجات دي كلها، طبق الكلام ده مع حد انت تقدر تطبق الكلام ده معاه. لو كل يوم 10 دقايق. طب لو مفيش حد طبق معاك الكلام ده، طبق انت مع نفسك. حاول على قد ما تقدر تسمع كتير، وحاول على قد ما تقدر تطبق الحاجات اللي انت بتعملها. وان شاء الله باذن الله هنزل لك كورس كده باذن الله، فيديو فيديو هنمشي معاك خطوه بخطوه. فتابعني ان شاء الله علشان تعرف تتكلم بلغه انجليزيه او تطور مهارات اللغه الانجليزيه. واستنى الفيديو ده هيكون بكره باذن الله. هنكتب فيه اول حاجه وهنعمل فيه اول حاجه ازاي ان انا اطور المهارات بتاعتي، واقول لك على بعض المواقع اللي انت ممكن تستخدمها في البودكاست بتاعتك. وان شاء الله باذن الله في خلال شهر هتلاقي فيه تطور كتير جدا بالنسبه للغه الانجليزيه وتحدث اللغه الانجليزيه. تابع معايا. ولو تعرف حد مهتم باللغه الانجليزيه محتاج ان هو يتعلم، يا ريت تعمل له شير عشان الفيديو يوصل له. وهنبتدي من بكره باذن الله. اشوفكم بكره في فيديو جديد.